السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل بقى حلاوة المولد مع بعض، اوريكم كل التشكيل اللي احنا عاملينه دوت. هعمل لكم عدة حلقات بكل الحاجات اللي احنا عاملينها دي. حاجة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم جدا وطعمها حلو جدا واحلى من بره بكتير، وتوفر معانا طبعا كتير لان انا هتبقى كمية كبيرة. هنا معانا 125 جرام سكر و100 جرام مية و125 عسل كوكوز. كل ده هنحطه في حلة على النار، هنحطه بقى على النار لحد ما يوصل معانا للون اللي هو الذهبي الفاتح. بيقعد حوالي 10 دقايق على النار بعد الغليان. هنا انا معايا ترمومتر، لو معكيش ترمومتر اول ما يوصل معانا هوريكي درجه اللون اللي انتي تطفي عليها. هنا لسه فاتح اهوت، ومعلقه وذره ربع معلقه يعني صغيره كده ملح ليمون وذره فانيليا. هنا معايا الترمومتر بتوصل درجه الحراره 140. ما عندكيش ترمومتر لحد ما يوصل معاكي اللون الذهبي اللي انت شايفاه ده كده تطفي عليه النار، لان دي درجه الكرمله والقرمشه اللي هي يقطم معاكي ما يبقاش بيندوخ. انا في الاخر حطيت نقطه فانيليا. ويكون معانا السوداني سخن نص كيلو سوداني. اهم حاجه تكوني مسخناه الاول في الاير او في الفرن او على البوتاجاز اي حاجه، بس اهم حاجه يكون دافي عشان يبقى سهل معاكي مع العسل ما يقفش معاكي. نقلب بقى بسرعه، اهم حاجه هنا السرعه. ونكون محضرين صينيه دهنينها زيت، ننزل بقى في السوداني ونفرد. اهم حاجه هنا اهم حاجه السرعه، اهم حاجه تكون ايديكي سريعه في الوقت دوت، لان السكر بيقعد معاكي بسرعه وينشف بسرعه. شايفين بقى؟ بفضيه بقى كده، وهجيب حالا معلقه سمك ونفرده بيه. يا ريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنساش بتعليقاتكم. شايفين في ساعتها السكر بيقفش في ساعتها. اهم او بيبقى سخن، خلي بالك بيبقى سخن جامد، فانت خلي بالك تبقي ماسكه حاجه تبقى عازله عنك الحراره شويه. بس اهم حاجه تبقى ايديكي سريعه في الوقت دوت. تفرديها بقى كده في الصينيه لحد السمك اللي انت عايزاه. سهله وبسيطه جدا وطعمها حلو جدا. هنا جبت معلقه سيليكون بقى عشان اعرف افرد بيها، لانه طبعا كان سخن جامد. اهم حاجه هنا تسرعي ايدك ونقطعه بقى هو لسه طري كده، عشان لو جيتي تقطعيه بعد ما نشف طبعا عمرك ما تعرفي تقطعيه لانه بيقطم بقى وبيقرش هيتكسر معاكي. اهم حاجه تقطعيه في المرحله دي وهو لسه طري. هنا بعد ما خلاص سبته بقى برد خالص، شايفين بقى اتكسر معايا ازاي بكل سهوله.